عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نبدأ اليوم. انا صحيت النهارده عندي طاقة غريبة كده، معرفش جاتلي منين. فالقميص بتاع محمد بتاع الشغل وقع مني، سوري. همسحه كده، مش راضي يطلع برضو. الحمد لله ان هي كانت في الظهر، مش مشكلة. قررت ابدأ بنشر الغسيل كالعادة. يعني الجو كان حر شوية، يلا ننجز علشان نخلص بدري. وبيني وبينكو انا بقيت خبيرة في نشر الهدوم. يعني لو في اولمبيات يا جماعة انا تقريبا هطلع اول واحدة. شجعوني بقى بلايكاتكم الحلوة اللي زي العسل دي، وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب، وشجعوني بقى، شجعوني كده. خلصت الحمد لله الهدوم وداخلة على المواعين. الجزء ده بجد بحسه بياخد مني سنين عمري. المواعين دي يا جماعة بجد لعنة، مش عارفة بجد هما بيجوا منين. انا كل ما اغسل الاقي غيرهم طلعوا من تحت الحوض، معرفش بيجوا منين بجد. المواعين دي طقس مقدس عندي، وانا بغسل المواعين بكون سرحانة بفكر في كل حاجة، ايه ناقص من التلاجة، وهعمل اكل ايه النهاردة، وافكار للاسبوع الجاي كمان. معرفش بجد الافكار دي بتجيلي ازاي. المهم يا جماعة، لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من الروتين واليوميات والتحديات اللي انا بعملها. ده صوت طمطم، هي بقت معايا في كل حتة. ودي كانت جارتي جايبالي فيها كيكة، كانت حلوة قوي، تسلم ايديها. يعني انا في العادي بحب الكيكة اصلا اللي هي بالشوكولاتة، وكانت جايبة عليها صوص شوكولاتة، كان تحفة. بحب اهدي الناس والناس تهديني، الموضوع ده بجد حلو جدا. بواقي الفطار بتاعتي اغسلها بقى هي كمان عشان مبقاش ورايا اي حاجة. يا جماعة انا اكتر حاجة بتعذبني المعالق بجد صعبة. يعني بتملى الحوض كده هي والاطباق. انا الحلل ما عنديش فيها مشكلة الصراحة، بحسها بتخلص بسرعة، هي كده كده بتبقى واخدة مساحة، اول ما تحط ايدك فيها بتلاقي الحوض خلص. لكن المعالق هي اللي لعنة صراحة. طبعا انا قلت انجز الوقت واحط دور غسيل كمان هدوم لحد ما اخلص المواعين وخلاص. يعني هانت اهي الحمد لله، انا بقيت قربت اخلص. الواحد بيقول امتى يرجع لايام العزوبيه، اللي هو انا كنت ببقى قاعده على السرير والله الاكل كان بيجي لحد عندي. ربنا يديك الصحه يا ماما من موقعي هذا، ولنا في عمرك يا رب. وانا حسيت فعلا بدلعك ليا اللي انا كنتش حاسه بيه، والتعب اللي انت تعبتيه انا دلوقتي بتعبه مع استاذه طمطم. كنت كمان ما كنتش حاسه ان انا متدلعه ساعتها، لا بجد حسيت وعرفت الفرق بعد ما اتجوزت وخلفت. لو انتي صغيرة لسه وما اتجوزتيش اعرفي ان انتي في نعمة، والحقي تدلعيلك يومين، علشان بعد ما تتجوزي الموضوع بيقلب معاكي 360 درجة. تلاقي نفسك مسؤولة ومحتاجة تهتمي بالبيت وبنفسك، ولو في بيبي كمان هتهتمي بيه وجوزك. يعني لا، غير دلوقتي انتي طبعا متدلعة ومفيش مسؤوليات وكده، فالحقي تبسطلك يومين، لانه والله الموضوع فحت وردم. مش هتعرفي لا تنامي ولا تشوفي نفسك حتى، هتبقى كل الأولوية لعيالك وبيتك وجوزك. المهم، الطاسة دي يا جماعة أنا تعبها معايا الصراحة. أصلي مش برتاح غير لما بدعكها بالسلك، معرفش ليه. عارفة ان السلك غلط على التيفال وكده، بس انا ما برتاحش غير لما بغسل بالسلك. المهم يا جماعة، انا المنظر ده بيريح لي اعصابي جدا جدا. فكرة ان انا خلصت كده انا الموضوع بيريحني. المهم خلصت بقى المواعين، وكنت حاطة دورة غسيل لحد ما اخلص المواعين. البيت ده بجد بيغسل اكتر من دراي كلين. امتى الهدوم تتغسل وتتنشر وتتكوي لوحدها يا جماعة؟ اعمل ايه؟ خدها في الاعتبار. ياه، اخيرا اخيرا بجد خلصت وعملت نسكافيه. وانا قاعده كده فكرت، قلت ايه ده الراجل ده اتاخر عليا ليه؟ يا عم انا طالبه اوردر، انت فين؟ قال لي انا جاي. طيب حضرتك انا مستنياك، الاوردر ده مستنياه من قبل العيد، اتاخر عليا جدا. قال لي خلاص انا تحت البيت يا فندم. قمت فتحت له الباب واستلمت منه الاوردر. وبالراحه عشان طماطم نايمه يا جماعه، طماطم لو صحيت هتبقى مصيبه. اخيرا جيت. استنوا الريفيو هينزل قريب، ولو بتحبوا الفيديوهات بتاعتي وقولوا لي على الفيديوهات. باي باي.